انا عارف انك عاوز تكون صانع محتوى محترف وتبدا فعلا انك تعمل فلوس، ولكن بقى في برامج كده لازم تستعملها عشان تعمل المحتوى باعلى جوده ممكنه، ومن اهم البرامج دي هي برنامج التصوير. انا بدايتي في اليوتيوب كانت صراحه بجهاز ضعيف جدا، وكان نفسي ابدا ولكن جهازي ما يستحملش اي برنامج تصوير، وكل شويه بقى بيكون في لاج. وانا عارف ان كلكم الصراحه حاصل معاه نفس المشكله دي، وده اللي منعه ان هو يبدا صناعه محتوى وانه فعلا يبدا يعمل فلوس. وحرفيا انا ما كنتش لاقي برنامج فيه المواصفات اللي انا عايزها عشان يصور بجوده عاليه جدا وبدون لاج. انا حرفيا بقيت البرنامج اللي هيحل كل مشاكلك عشان تبدا صناعه محتوى، وفي مميزات بتتفوق على شركات عالميه. والبرنامج ده اسمه ريكورد اكسبرت من شركه ايزو. والمميزات دي مثلا زي انك عندك خاصيه تنقية الصوت المايك، دي بتحل مشكله المايك عندك وتخليه عالي الجوده وانت بتصور من غير حتى ما تخش على برامج تانية تحل منها المشكله دي. غير كمان انك تقدر تعمل مونتاج جواه برنامج مونتاج عشان تعمل اديت للفيديوهات بتاعتك. غير كمان انك تقدر تعمل حاجات تانية كتير جدا، زي مثلا انك عندك في ادوات معينه مهمه جدا لصناعه المحتوى التعليمي. فصدقني حاجات جامده جدا يا جدعان. وانا بقى قررت ان اعرفك كل حاجه فيه عشان تبدا وتكون فعلا صانع محتوى جديد. انا عايزك بقى تجيب كده كوبايه شاي ويلا بينا نبدا في شرح الفيديو. لما بقى نخش للموقع، كل الروابط هسيبها في الوصف، تعليق المثبت. فاولا لما نيجي ننزل شويه كده تلاقي عندك هنا كلمه فري داونلود. وطبعا لما تيجي تضغط وتعمل تحميل، البرنامج بيكون عباره عن 1 ميجا بالظبط، ولكن لما تيجي تحمله وتثبته بيوصل الحجم ل 80 ميجا. طبعا بقى لما نيجي ننزل تحت كده شويه هتلاقي عندك هنا مقارنه جميله جدا بين البرنامج وباقي البرامج، وهنا بيعرفك كميه المميزات اللي موجوده فيه ومش موجوده في باقي البرامج، ودي حاجه كويسه جدا. ده غير برضك في اكتر من حاجه بيستعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي، ودي برضك يعني حاجه جامده. طبعا بقى انت بتضغط هنا وتعمل فري داونلود وتحمل البرنامج، ولما تظبطه بيظهر الشكل ده. اول حاجه تعمل كده وبعدها بيبقى الشكل ده بالظبط. بعدها اولا انت عندك هنا كلمه فول سكرين عشان تعمل تصوير للشاشه كلها بنفس المقاس بتاعك. عندك بقى هنا كلمه ريجون، ودي عشان تصور جزء معين مثلا في الشاشه، ودي خلي في علمك هتساعدك جدا انك تعمل تصوير مثلا فيديوهات مثلا معينه على اليوتيوب او على النت عشان تجمع ماتيريال تعمل بيهم مونتاج. وخلي في علمك ان دي بتفرق معايا جدا يا جدعان في المونتاج. تيجي بعد كده بقى وعندك كلمه ويندو، ودي بقى بتصور جزء معين مثلا في الجهاز، مش مثلا بتصور الشاشه كلها، لا بتصور مثلا حاجه انت فاتحها معينه. يعني مثلا لنفترض ان انا فاتح مثلا دلوقتي جوجل كروم، فانا ممكن اضغط هنا على ويندو واضغط هنا على سيلكت ويندو، حدد بس جوجل كروم اللي انا هصوره. حتى مثلا لو انا طلعت من جوجل كروم ولا حاجه مش هيصور لي الشاشه او مش هيصور الديسكتوب، هيصور فقط الجوجل كروم. عندك بقى هنا كده في الميكروفون لو انا شغلته تمام زي ما انت شايف دلوقتي اشتغل معايا. واولا بخش هنا تحت كده، فانا ممكن عندك طبعا دي عشان تقفله، ولكن انت ممكن تقفله من هنا عادي يعني. طبعا تخش هنا على الميكروفون، بعدها عندك اهم حاجه يا جدعان كويسه جدا في البرنامج ده، وهي ميكروفون نويز ريدكشن، ودي بتظبط جوده المايك يا جدعان بطريقه كويسه جدا. يعني مثلا دلوقتي ده الصوت الاصلي من غير ما اعمل ايه تعديل بالبرنامج، وده الصوت بعد التعديل، اشوف الفرق بقى عامل ازاي. فلا حرفيا الاداه دي جامده جدا يا جدعان. ولما تخش هنا على ادفانسد اوبشن ممكن تعمل هنا تيست للميكروفون او للصوت بتاع الويندو، فممكن تضغط كده وتختار الميكروفون بس وتعمل تيست وهكذا. عندك بقى تاني حاجه سيستم ويندوز، وعندك برضك نفس الفكره هنا. تالت حاجه بقى وهي الويب كام، انت ممكن تخش عليها، ممكن تعمل في السيتنج هنا، وزي ما انت شايف هنا عندك تقدر تختار اي نوع كاميرا انت حاطه مثلا في الجهاز، ده غير الريزولوشن اللي انت بتحدده الخاص بالكاميرا. عندك هنا الشكل الخارجي اللي هو الشيب، عايز مثلا تخليه دايره زي ما انت شايف او مربع. وممكن برضك تغير ايه تعمل الاوباسيتي اللي هو مثلا يكون ايه الكاميرا مش ظاهره قوي بس. تيجي بقى بعد كده عندك البيكتشر ووتر، ودي خاصه بالعلامه المائيه. فانت ممكن مثلا تخش كده على مانج وبعد كده تعمل هنا اد، تختار اي لوجو بتاعك او خاص بيك وبعدها تحطه عندك في الخلفيه هنا زي ما انت شايف. وانا حطيت اللوجو ده. فلما انت طبعا بتغير هنا من الاوباسيتي بتعلي وتوطي الشكل الخارجي بتاع العلامه المائيه، وبعدها تعمل سيف وابلاي. تخش بعد كده على كلمه اوتو سبليت. اوتو سبليت دي انت اللي تقدر منها انك تفعل من هنا كده، وتقدر انك تحدد الفيديو مثلا يقفل عند كام دقيقه بالظبط. فانا مثلا ممكن اخليه 5 دقائق، او في حاجه تانية برضك انك ممكن اللي هو ايه الفيديو يفصل عند مثلا حجم 400 ميجا. يعني في عندك هنا خيارين، الخيار ده عشان بس ايه اللي هو تقول له انا هعملها المره دي بس، او الخيار التاني اللي هو ايه خليك بنفس النظام ده على طول. تيجي بقى بعد كده اوتو ستوب، ودي نفس الفكره في اللي فاتت، ولكن فكره بس انك انت بتعمله زي عد تنازلي في وقت معين. يعني مثلا تحط 10 دقائق والفيديو مثلا التصوير يقف بعد 10 دقائق بالظبط، ونفس الفكره في الحجم. هنا بقى عندك كلمه التاسك دي، ودي مثلا لو انت بقى ايه عايز تعمل مثلا جدول منظم وتبدا تنزل فعلا فيديوهات وتصور فيديوهات، تخش هنا على النيو تاسك وتختار الفيديو اللي انت هتصوره مثلا وتخليه باسمك، وتحط مثلا اذا كنت عايز تخليه مره واحده او تعمل كل يوم او تختار ايام معينه في الاسبوع، وتختار الوقت اليوم والشهر والسنه كمان والوقت اللي هينزل فيه وهيتصور تلقائي كل يوم. فدي حاجه جامده الصراحه يعني. تيجي بقى بعد كده عندك هنا بلاك سكرين فيكس، ودي عندك بتحل مشكله سواد الشاشه اللي بيكون موجود مثلا وانت بتصور في معظم البرامج او معظم مثلا ايه التطبيقات اللي انت بتصورها. بيحل برضك موضوع الايه الجوده. عندك دي برضك سكرين شوت، تقدر مثلا تعمل سكرين شوت وانت بتشغل اي حاجه تعمل من خلالها سكرين شوت. عندك هنا الريكورد جيم، دي بقى طبعا كويسه جدا بالنسبه للالعاب. فزي ما انتم شايفين دلوقتي انا كنت طبعا شغلت لعبه ببجي والبرنامج شغال لي عليه كويس جدا، والاف في اس عالي جدا فيه، ومفيش
بتاعك حرفيا. فالبرنامج ده كويس للناس اللي اجهزتها ضعيفه وحديثه برضك، لانه اصلا بيصور بجوده 4K. فلنفترض مثلا انك انت عاوز تصور لعبه معينه وما تصورش ديسكتوب، فتخش على سيلكت جيم وتختار مثلا الايه الحاجه اللي انت عاوز تصورها فقط. يعني مثلا دلوقتي انا هصور ايه، نفترض ان دي لعبه، اخش عليها واعمل اوكي، وبعد كده هبدا تصوير. فزي ما انت شايف هو هنا مختار الحاجه اللي انا محددها بس اللي هو يصورها. طبعا دي الكاميرا، طبعا احنا شرحناها من شويه، ولكن فينا حاجه زياده. عندك هنا حاجه اسمها AI اللي هي ريموف باك جراوند، دي عشان انت تشيل الخلفيه بتاعتك. ودي فيها حاجه جامده جدا بالذكاء الاصطناعي، انك انت لما يجي تضغط عليها يشيل الخلفيه تلقائي ويحط لك صوره ثانيه من عنده. او مثلا لو انت بتصور بجرين سكرين تقدر تخش هنا وتختار الصوره من عندهم من البرنامج، الصوره اللي انت عاوزها. انا مثلا اختار صوره الاستوديو، تطلع بقى من هنا. وعندك اخر حاجه وهي الريكوردنج. طبعا لما انت تيجي بتصور الفيديوهات زي ما انت شايف، انا مثلا الفيديو ده مصوره وانا حاطط العلامه المائيه بتاعتي. فعندك هنا بقى حاجه جامده جدا، وان البرنامج ده كمان جواه ايديت، برنامج مونتاج. تخش على ايديت هنا وتعمل على تريم، بتقدر انت ايه تقص الفيديوهات مثلا من غير حتى ما تعمل ايه اكسبورت ليها وتخش المونتاج. فانت حرفيا بتفرق معاك جدا يعني، وتعمل سيف. الحاجه بقى اللي بعدها، وهنا عندك بقى اللي يعتبر من اهم الحاجات اللي موجوده في البرنامج، وهي برنامج مونتاج كامل متكامل من غير حتى ما تحمل اي برنامج تاني. خش هنا على ادفانسد اديتور. طبعا زي ما انتم شايفين فتح البرنامج الخاص بالبرنامج ايه بتاع التصوير. بيكون عندك كمان بيحط الفيديو بالشكل ده، تقدر انك تقصه. وعندك هنا فوق الصوت اللي انت عايز تحطه والكلام عايز تحطه والترانزاكشن والستيكر وكل حاجه. حرفيا يعني برنامج مونتاج كامل متكامل. طبعا عندك هنا لو انت عايز تعمل سكرين شوت وعايز اعمل سكرين شوت للايه للواجهه دي، بتضغط هنا وساعتها بيعمل لك سكرين شوت زي ما انت شايف. وعندك برضه في حاجات تانيه كتير، منها برضه انك انت تخش هنا وتغير العنوان بتاع الفيديو. الحاجه بقى اللي بعد كده وانك انت تخش على الى هنا السيتنج. هنا عندك هنا الباس فايل او الفايل بس، ده عشان تختار المكان اللي هيتحمل فيه او ينزل فيه الفيديو. عندك هنا الام بي 4 اللي هو نوع الفيديو اللي انت عايز تعمله، وتخش هنا الجوده بتاعه الفيديو. انت ممكن تخليها اعلى حاجه او متوسط، او مثلا لو جهازك ضعيف شويه ممكن تخليها ستراندد يعني. ودي الفريمات، فانت بقى تعليها لاخر حاجه 144 فريم. هنا الهوت كيز، وعندك دي ده اللي هي الاختصارات الخاصه بالبرنامج. يعني مثلا اف 9 ده اللي بيصور، اف 10 ده هو كيف التلقائي. عند ماوس انت عندك هنا بقى حاجه جامده، نجاتها مثلا دلوقتي لو انت عاوز تخلي فيه افكتات تحصل للماوس، خش تضغط هنا على ريكورد ماوس كليك. كل ما تضغط على الماوس بيعمل الشكل اللي انت شايفه ده. وممكن تغير اللون من هنا، الاصفر تخليه اصفر او احمر او اي لون انت عاوزه من هنا. خش بقى على الجيم. تمام، عندك هنا شو ايفرلي انفورميشن، وده انت بتفعلها عشان مثلا وانت بتصور اللعبه وعايز تعرف الفريمات مثلا ظاهره كام وكل الكلام ده، فانت بتفعلها من هنا وبتقدر تعرفها من اف 8. في بقى حاجه بقى احسن من دي بكتير، اللي هي لو انت عايز تكون صانع محتوى تعليمي. فانت عندك لما تيجي تبدا تصوير من هنا كده، هتلاقي عندك في وجه تحت كده على اليمين من تحت. اول كده ما تضغط كده هتلاقي عندك علامه القلم كده، اول ما تضغط عليه هتلاقي عندك اشكال الاسهم والدوائر وكده. عشان مثلا لو انت بتحب المحتوى التعليمي وعايز تنزل عنه، هتقدر انك تشرح عملي قدام الناس وتكتب مثلا كلام وتحط اسهم وكده وانت بتشرح. ده غير كمان انك ممكن تعمل سبوره عشان مثلا تشرح عليها. فحرفيا برنامج كامل متكامل. طبعا هنا انت عندك هنا ده السعر بتاع البرنامج. فانت عشان تنجز نفسك اشتري اللي هو عندك اللي هو تفعيل مدى الحياه، وتوفر على نفسك كميه حاجات كتير جدا قدام. فانا انصحك بالبرنامج ده. بكده احنا نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وشكرا على المشاهده وسلام.